عايز احكي معاك النهارده حكايه حلوه شويه. فاكر اخر مره حسيت ان في حد بيحبك، مش بيكلمك بس وقت ما هو فاضي او بيرد عليك لما بيكون زهقان، مش بيقولك كلام كل الناس كده حافظينه، لكن عنده حب حقيقي ليك، حب بيخليك كده مطمن دايما وحاسس بالامان، حاسس دايما انك متشاف وفي حد شايفك حلو، حاسس انك انت مهم بالنسبه له، وانك انت مش مجرد اختيار، هو مش معاك عشان حاجة معينة غير ان هو بس بيحبك. هل بقى انت فاكر ولا انت يمكن عمرك ما حسيت بده اصلا؟ الغريب في الموضوع ان احنا بقينا عايشين في زمن كل حاجة فيه اسهل، الناس تتعرف على بعض بكل سهولة، الكلام سهل، الوصول لأي حد سهل، لكن الحب الحقيقي بقى أصعب من أي وقت فات. بقينا نعرف ناس كتير قوي، لكن بنرتبط ونعمل حاجة صح أقل. بقينا نتكلم كتير قوي مع بعض، لكن نفهم بعض أقل. بقينا قريبين أونلاين بس بقينا بعاد جدا 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 عن الحقيقة. بس ليه بقى في ناس كتير جدا بس علاقات قليلة جدا؟ ليه بقينا بنخاف من القرب؟ ليه أول ما بنحس مشاعر من ناحية أي حد بنهرب؟ وليه كل واحد فينا بيخش أي علاقة هو مجهز اليوم اللي هيمشي فيه، وباب الخروج اهو انا كنت مستنيه بقى لي فتره ودي جه؟ ليه بنجهزه في اول كل علاقاتنا؟ الحقيقه بقى ان الموضوع اسوأ من سوء حظ، واعمق بكتير جدا من جمله ان الناس اتغيرت. في سبب حقيقي دخل حياتنا وموبايلاتنا وعقولنا وغير معنى الحب الحقيقي نفسه، والاخطر ان اغلبنا بقى عايش ومش واخد باله. احنا ما بقيناش بندور على الحب والحاجه اللي تفضل، احنا بندور على الاحساس السريع، زي ما انت كده عمال تقلب بالظبط. زمان الحب كان رحلة، كان بياخد وقت، تعرف الشخص وتستناه ويوحشك وتوحشه، تغلطوا وتتصالحوا، المركب تميل والتاني يشيلها، بعدين تميل على التاني وهو يشيلها، بتكتشفوا بعض واحدة واحدة. دلوقتي عايز اهتمام حالا هتلاقيه، رد اوف على طول، انبهار من اول يوم، من اول مقابلة. ولو ده ما حصلش بقينا بنتعامل مع المشاعر زي مشاهير الفيديوهات البيرفكت القصيره، لو مش من اول ثواني الموضوع جذاب بنقلب، لو اول اسبوع كده ما فيهوش نار وشرار بنختفي، لو الانسان اللي قدامي عنده عادي اي مشاكل بشريه عاديه ممكن تتحل مع الوقت مع المعامله بنمشي. اتعودنا على المكافأة السريعة، لايك سريع، رد سريع، اعجاب سريع، ماتش سريع. لكن الحب الحقيقي انت لازم تعرف كويس قوي 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 ان هو ابطأ حاجة في الحياة عشان يدوم، عامل زي اللي شغال بقاله سنين وربنا كافئه فهيحس بتعبه. الحب بينمو مع الوقت، مع الثقة، ومع المواقف، ومع الصبر. والموضوع ده بقى مرعب لناس كتير جدا إلا من رحم ربي، لأننا فقدنا القدرة على إن احنا نستنى. بقينا عايزين نعرف نحب من غير إن احنا نستنى، نرتبط ببعض من غير تعب، نلاقي الشخص الصح من غير ما نشتغل على نفسنا. عشان كده أول ما العلاقة بتخش المرحلة الطبيعية، مرحلة الهدوء، مرحلة الواقع، مرحلة الأيام العادية بتاعت الناس العادية، ناس كتير بتفتكر إن الحب مات مع إنه لسه بيبدأ، بس أنت ما تعرفش عشان أنت اتعودت على الحاجات السريعة. وفي سبب بقى أخطر بكتير خلى أي حد يحس إن هو قابل للاستبدال. زمان لما كنت بتلاقي شخص مناسب كنت بتركز فيه، بس دلوقتي أنت بتكلمه وفي دماغك 1000 احتمال تاني، مش مركز معاه أصلا. يمكن في حد أحسن، يمكن في حد أهدى، يمكن في حد أأمن، يمكن في حد أجمل، يمكن في حد أغنى، يمكن في حد يقدم لي حب أكتر. وده بقى الوهم الخطير جدا اللي بقى دايما في حياتنا، وهو الخيارات الكتير، عشان انت بتعمل كل حاجة بسرعة فبتشوف من ده شوية ومن ده شوية ومن ده شوية ومن ده شوية. لما الإنسان بيحس بالبدائل الكتير بيفقد قدرته على التقدير، لأن الحاجة المتاحة طول الوقت بتفقد قيمتها. عشان كده ما فيش ناس بتخش علاقات كتير عشان هي مش جاهزة انها تبنيها، بتدخلها بس لمجرد انها عايزة تعيش لحد ما تلاقي نسخة تانية. بقينا بنعامل البشر زي منتج انت اشتريته، هتستخدمه شوية يخلص تسيبه ترميه تعمل فيه اي حاجة، بس المهم ان هو خلاص خلص. المنتج ده بقى بيبقى عامل ازاي؟ نرجعه، نغيره، نبدله. فكل ما الخيارات هتزيد كل ما رضاك هيقل، لان عقلك على طول شغال بيسأل نفسه سؤال مهم: هو انا اخترت صح؟
ولا برضو كان في حد احسن؟ فتلاقي ناس كتير لا عارفه ترتبط ولا عارفه تسيب حد، معلقه قلبها في الاحتمالات. وعمر ما العلاقه هتعيش لو الشخص اللي قدامك حس ان هو شخص مؤقت. ولا انت ايه رايك؟ عمر ما انسان هيحاول ان هو يبقى كويس ويظهر كده يبان باحسن شخصيه عنده ويفضل في مكان فيه انه ممكن يتم استبداله في اي وقت من الاوقات، فهيبقى شخص عادي او مش فارق معاه لانه عارف ان هو في يوم من الايام هيتساب. فالسبب الاكبر هو احنا لان في مننا ناس كتير داخله علاقات مش عشان تحب، داخله العلاقه ساعات عشان تتعالج، عايزه تداوي جرح قديم، يعوض نقص كانش موجود، يصلح خيانات فاتت، يرجع ثقه راحت، او يملى فراغ كبير موجود. ولما الطرف التاني يفشل ان هو يعمل كده نزعل ونقول ان الحب اللي كان قدامنا ده كله كذب في كذب. لكن الحقيقة محدش هيقدر يصلحك من جوه، محدش هيقدر يدخل حياتك كده يمسح لك ألم عدى عليه سنين، لأن العلاقة الصحية الطبيعية مش مستشفى، والشخص اللي قدامك ده حضرتك مش دكتور نفسي، حضرتك بتروح تحكي له عن حياتك وبيحلها لك. لما هتروح تخش في علاقة مع شخص وانت لسه مجروح من حاجة قديمة واللي قدامك كمان او انت بس، هتبقوا عارفين بتنزفوا على بعض. ما تكون متعور كده وايدك بتنزل دم، انت عمال تنزل دم عليه بسبب الجرح اللي عندك ده، لحد ما هتسيبوا بعض. هتشك من غير سبب، هتخاف من غير سبب، هتفضل طول حياتك شغال تختبر اللي قدامك. تخيل كمان انك انت هتبقى بتوجعه عشان تشوف هل هيستحمل ولا لا، وهتحاول انك انت تروح لحد تاني تشوف هيطمنك في نفس الوقت، وفي الاخر هتتعبه وتتعب. فعشان تحب بجد انت محتاج قلب يبقى حاضر معاك، مش قلب عمال يحارب اشباح قديمة هي كده كده اصلا مش هترجع تاني. والحاجة الاغرب دلوقتي حالا ان اكتريتنا بقى بيخافوا من الحب اكتر ما هم بيتمنوه. كل الناس بتقول ان هم عايزين حد يحبهم، بس اول ما حد بيهتم بنشك، اول ما حد يبقى واضح بنزهق، اول ما العلاقة تبقى حقيقية بنهرب. بس ليه؟ ناس كتير مش تبقى خايفة من الوحدة، بس تبقى خايفة انها تتكشف، خايفة ناس كتير تشوف ضعفها واحتياجها وقلقها وحقيقتها. احنا اتعلمنا نبان جامدين قوي، نتقل، نرد متأخر، نختفي، نعمل نفسنا مش فارق معانا. لكن الحب الحقيقي اللي انت نفسك تعيشه محتاج عكس كل اللي انا قلته، محتاج صراحة، محتاج تبقى ضعيف، محتاج تقول انك محتاج اللي قدامك، محتاج تقول انك زعلان، محتاج تقول انا خايف. وده صعب على ناس اتربت على ان المشاعر الحقيقية ضعف. عشان كده اول اختبار حقيقي بيكسر وبيهد علاقات كتير قوي، لان الحب محتاج شجاعة، واغلبنا اتعلم ان هو دايما يدافع عن نفسه ما يبقاش شجاع. وفي ناس كتير بقت بتربط الحب ده بالوجع، لو حبيت هتخزل، لو فتحت قلبي لأحد هتوجع، لو وثقت في اي حد هندم. فيبدأ بقى العقل يبدأ احمي نفسك، انت داخل على نار، يبعد، يبقى بارد، يهرب. بس وهو بيحميك من الوجع بيمنع عنك الحب وانت مش واخد بالك. وفي ناس بتسأل سؤال مهم جدا، هو ليه انا كل ما بحب الشخص الغلط؟ انت عارف ان انت ساعات ممكن ما تختارش الشخص الغلط؟ لا، الحقيقة ان احنا ساعات مش بنختار الشخص اللي يناسبنا واللي شبهنا، احنا بنختار الشخص اللي شبه الجرح اللي احنا بنفكر فيه او الجرح اللي عدى. لو اتربيت على اهتمام متقطع ممكن تنجذب لأي حد بارد، لو اتربيت على حب مشروط ممكن تحب حد يخليك تثبت نفسك ليه كل يوم، لو اتعودت تجري ورا الاهتمام هتفكر ان انت دايما تجري ما تحبش، لو اتعودت على القلق هتحس بالاستقرار ان انا زهقت. عشان كده في ناس بتسيب الشخص الكويس العاقل اللي هيبقى العلاقة معاه مستقرة ويروح للشخص المعقد، لان عقلك دايما بيحب الحاجة المألوفة، عارفها حتى لو كانت مؤذية. بيختار دايما اللي يعرفه مش اللي هيفيده. فتلاقي شخص قدامك محترم وواضح وصادق لكن تقول انا مش حاسس بحاجة، تلاقي شخص متقلب وغامض ومش مفهوم تقول ده في كيمياء. بس للأسف ده مش حب، ده توتر قديم لابس شكل جديد انت مش واخد بالك منه. وده اكبر حفرة كلنا بنقع فيها، بتفتكر الوجع انه انجذاب، والقلق انه شغف، والغموض انه حاجة عميقة كده بقى هنستمتع بيها. عشان كده بعد ما سمعت الكلام لحد دلوقتي هتلاقي نفسك كل العلاقات اللي كنت فيها شبه بعض، بس الفكرة كلها انك انت كنت مع ناس مختلفة. وحتى لما هتلاقي شخص مناسب في حاجة تانية بتبوظ كل حاجة، العلاقات بقت استهلاكية. احنا عايشين في زمن
الاستبدال. الموبايل يعلق بتغيره، حاجة بتزهق منها بتغيرها، الوظيفة بتتعبك بتدور على حاجة غيرها. وده بقى اللي ماشي مع العلاقات. اول مشكلة سيب، اول خلاف امشي، اول زهق بدل. بقينا بنتعامل مع بعض ان احنا لازم نفضل نبقى مثاليين، دايما عندنا حتة الاستمتاع. لو اللي قدامي ده ما بيخلينيش دايما مستمتع انا هسيبه. لازم نبقى مريحين طول الوقت، وده صعب لان البشر بيتعبوا وبيغلطوا. في ايام عادية، في ايام بيبقى فيها سكوت، في ايام بنزهق، بنتغير، بنعدي بايام تقيلة. العلاقة الحقيقية فيها ايام ضعف، ايام بنفهم بعض غلط. لكن اللي اتعود على التحفيز المستمر بيفتكر ان الهدوء ده مشكلة، والروتين دي شكلها كده قربت العلاقة دي على النهاية. واول تعب دليل ان العلاقة غلط، فيسيب ويبدأ من اول وجديد، لحد ما يكتشف ان هو مش بيعمل اي حاجة غير ان هو يغير الاشخاص، لكن بياخد نفسه ونفس الحاجات اللي بتحصل معاه كل مرة. والمشكلة مش في الناس، المشكلة كانت عنده جواه هو. طب هل بقى الحب بعد كل اللي احنا قلناه ده مات فعلا؟ احب اقولك لا، الحب ما ماتش. اللي مات هو الصبر والحقيقة، الصدق اللي جواك، والاستعداد لأي علاقة، وأهمهم بقى الوعي. الحب لسه موجود، ولسه في ناس وفية، في ناس لسه واضحة، في ناس لسه بتحاول، في ناس لسه بتخاف على قلب غيرها. لكن المشكلة كلها ان كل اللي احنا قلناه في الاول ده صوته عالي. الخيانة صوتها عالي، الألعاب النفسية صوتها عالي، اللامبالاة صوتها عالي. لكن الحب الحقيقي ساكت وهادي مستخبي، مش بيستعرض نفسه، مش بيطلب حد يسقف له، ما بيحبش يعمل شو. عشان كده في ناس كتير جدا فاكرة ان هو اختفى، بس في نفس الوقت اقدر اقولك ان في ناس كتير عايشين حب حقيقي جميل جدا بعيد عن الكاميرا. حب بسيط وفيه صدق، حب عادي وهادي، واحسن حاجة فيه بقى انه ثابت. هو مش كامل بس حقيقي. طب يا سيدي بقى، بعد ما سمعت كل الكلام ده هتكون بتسأل نفسك سؤال مهم. انت قلت لي كل ده عن نفسي، طب ازاي بقى ارجع اعرف احب تاني؟ اعرف الحب ده ازاي؟ اول حاجة انت لازم تعملها انك تبطل تدور على حد ينقذك. محدش هيجي يكملك. العلاقة الصحية بتكون بين اتنين ناضجين، مش نصين مكسورين ماسكين في ايدين بعض. تاني خطوة، انت لازم حضرتك بالله عليك تفهم نفسك شوية. ايه اللي بيشدك؟ ليه بتخاف؟ ليه بتهرب؟ ليه بتتعلق بسرعة؟ ليه بتختار نفس النوع اللي انت لسه سايبه؟ عشان من غير ما تفهم نفسك صدقني هتكرر نفس السيناريو وانت مش واخد بالك. ثالث خطوة، يا ريت تفهم ان الحب الحقيقي مش مسلسل، مش كل يوم شغف، مش كل يوم لحظات نارية. ساعات الحب بيبان في الحاجات الصغيرة، رسالة فيها كلام حلو تطمنك، موقف محترم يتعمل، وجود الشخص وقت الشدة. دايما بتحس ان نيته صافية، بيهتم بيك اهتمام ثابت ما بيتغيرش. رابع خطوة، اتعلم ازاي تتواصل. قول اللي مزعلك، قول احتياجاتك، قول اللي انت خايف منه. اي تخمين في دماغك هيبوظ كل علاقاتك. الوضوح هيلحقك. خامس خطوة، اختار الشخص الآمن، مش المثير بس اللي الناس كلها عايزين يبقوا معاه. كل حاجة جميلة هتنمو وتبقى أحسن بالبطيء. الثقة هتيجي بالبطء، الألفة هتيجي بالبطء، الارتباط الحقيقي هيجي بالبطء. والناس المستعجلة بتضيع أجمل الحاجات منها. ويمكن المشكلة ما كانتش في إن إحنا ما بقيناش بنعرف نحب، يمكن إحنا اتعلمنا حاجات ضد الحب. اتعلمنا نخبي ونهرب، نمثل، نغير، نخاف، نلعب، ونسينا أهم حاجة، إن الحب مش عركة، مش شد وجذب، مش مين يرد متأخر، مش مين يوجع التاني الأول. الحب مكان آمن، مكان ترجع له وانت تعبان تلاقي نفسك ارتحت، مكان تبان فيه على حقيقتك، مكان تغلط وتتصلح، مكان تكبر فيه مش تتكسر فيه. ولو انت لسه ما لقيتش ده مش معناه انه مش موجود، ده يمكن معناه انك بتدور في مكان غلط او بشكل غلط، او انت لسه مش جاهز. وفي يوم لما تتصالح مع نفسك وتبطل تجري ورا الوهم، وتبطل تخاف من الإنسان الصادق، وتبطل تختار من الناس اللي كانوا بيجرحوك قبل كده وعايز حد شبههم، ممكن تلاقي حب مختلف، حب هادي، حب جميل، مش متعب لكن حقيقي. وساعتها هتفهم ان الحب عمره ما اختفى، احنا بس اللي تايهين عنه. لو وصلت لهنا اسأل نفسك سؤال واحد، انت مشكلتك في الناس ولا في الوقت ولا جواك انت؟